السلام عليكم متابعينا. يمكن اللي راح اتحدث به الموضوع موضوع الشامي اللي اثار ضجه بالعراق ومواقع التواصل الاجتماعي. بصراحه انا ما اعرفه للمطرب او المغني الشامي، لكن هالقد ما سمعت عنه وقلت خل ادخل اشوف، اثارني الفضول انه ادخل. دخلت شفته، يعني هسه الاغاني ممكن نفهمها او ما نفهمها، بس اليوم اللي نعتب على اليوم الامهات العراقيات اللي اخذوا بناتهم وكذلك الاباء بهذه الاطفال بهذا العمر يبكون على اغاني عن غرام وحب وهذه الاشياء. هو مو صحيح. اليوم البنيه من هذا العمر طفله تبكي على هيك امور وتفهم هذه الامور زين من تكبر ايش راح يكون تصرفها. فهذا عتبنا الاول. الامر الاخر الحريه الشخصيه، كلنا نحترم الحريه الشخصيه، بس انت تمارس حريتك ما تاثر علينا كمجتمع عراقي. اليوم احنا عندنا عادات، عندنا تقاليد، عندنا كثير من الامور نريد نحافظ على عوائلنا وعلى بناتنا. طبعا بناتكم اللي طلعت بهذا المنظر مع الشامي هي تعلمت وشافت هذه منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي وادت نفس الدور. يؤسفنا انه هذا الموضوع فقط بالدول العربيه مع الاسف، وما نقبل عليه احنا كدول عراقيه. الموضوع الاخر اريد اتحدث به اليوم فاطمه قيدار، زميلتنا، كل التقدير إلك، لكن ما من حقك تتهمين شعب كامل، شعب العراقي بالحاقد. شعب حاقد، شعب يغار، يعني من هذه الامور الحكي اللي قلتيه. مارسي حريتك انت وبنتك، لكن لا تاثرين على حريه الشعب العراقي ولا تفرضين علينا اشياء احنا ما نريدها. من تتحدثين بهذا الموضوع وتقولين ايش راح نقول من يسمع الشامي، ايش راح نقول له؟ زين انا هم اسالك، من راح يسمع رب العالمين، من راح يشوف ويسمع هذه تصرفاتنا؟ واحنا بلد يفترض ان يكون بلد مسلم، بلد عندنا عادات، عندنا تقاليد، عندنا اعراف. ايش راح نقول له رب العالمين؟ نقول له والله استحينا من الشامي، بس ما استحينا من عندك. استحينا شو نقول للشامي، بس ما فكرنا انه ايش راح نقول لك. فللجميع اقول لهم اللي يعني اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، اوكي من حقكم انه تدورون الطشه، ومن حقكم انه وانتم تتقبلون يعني بعض التعليقات السلبيه. يعني انا بالنسبه لي حقيقه من اشوف تعليق سلبي واحد بما انشره يعز علي ويزعجني هذا الموضوع، ما اتقبله. لكن اكو البعض حتى التعليقات السلبيه يعتبروها انه فد شيء طشه وشهره لهم. للجميع اقول لهم اللي يتصرفون يتصرفون، ترى انتم فاهمين موضوع الطشه والشهره خطا، عمرها ما كانت بهذه الطريقه، ولا الاعلام بهذه الطريقه. الاعلام بضوابط وبشروط وبكثير من الامور. فاتمنى الكل يراجعون نفسهم. وارجع واقول مارسوا حريتكم الشخصيه، بس ارجوكم لا تاثرون علينا كمجتمع، ولا تنقلون هذه الصوره انه الشعب العراقي شعب حاقد وشعب يغار وشعب هذه الامور. لا، هذا مو طبعنا. احنا الشعب العراقي عندنا الكرم وعندنا الضيافه وعندنا حب الاخرين، بس ما نقبل على الاشياء المو زينه تدخل مجتمعنا.